تخليدا للذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، نظم نادي رحال لكرة القدم صباح يومه الاثنين حفلا رياضيا شارك في تنشيط فقراته صغار وفتيان مدرسة النادي التي تضم 600 طفل فضلا عن 400 لاعب ناشئ يمثلون مختلف فئات النادي، وذلك بحضور شخصيات وفاعلين يمثلون جماعة الدار البيضاء ومقاطعات سيدي بليوط وأنفا والمجتمع المدني. ويندرج تخليد النادي بجميع مكوناته لهذه الذكرى التاريخية الخالدة في إطار تربية ناشئته من مختلف الأعمار والفئات على الاعتزاز بقيم المواطنة. مقاطعة سيدي بليوط خصصت بدلة ومستلزمات رياضية لأندية تراب المقاطعة المنضوية تحت لواء عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم، وهي مجد المدينة، الجوهرة السوداء، نادي رحال لكرة القدم، اتحاد سيدي بليوط، شبان المدينة، شباب بن جدية لكرة القدم داخل القاعة. كما خصصت ألبسة رياضية وكرات لجمعيات تهتم بتأطير الناشئة، وتم تسليمها بحضور 40 طفلا. والجمعيات المستفيدة كانت جمعية سند، جمعية الفهد، جمعية العين، وجمعية حمراء خضراء. أنا تزوجت في عصر المسيرة الخضراء، ولكن إنما هاد المناسبة اللي لعبنا فيها ونشطنا فيها ودرنا أي حاجة ديال اللعب والنشاط هي اللي عرفتنا بتاريخ المسيرة الخضراء. تنفرحوا حنايا بهاد الاحتفالات اللي تيدير الحاج كل مرة بذكرى ديال البلاد ديالنا، وشكرا. كنبغي نشكر الحاج على هاد الاحتفالات الدائمة اللي كيدير لنا على المسيرة الخضراء، وكيزيد يعرفنا بزاف المعلومات عليها، وشكرا. تبقى الإشارة إلى أنه قد تم الشهر الماضي تسليم ألبسة رياضية وكرات لفائدة 18 جمعية للأطفال وفريقين للإناث في انتظار الفعل الجمعوي لنادي رحال واستمرار انفتاحه على كلمة أخرى. وكل